السلام عليكم يا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم على خير؟ نتمنى جميعا يا ربي تكونوا على خير وبخير. وتحياتي لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن فيما كنتو خوتي العزاز، تحياتي لكم على اللايكات ديالكم وعلى الكومونتيرات، وشكرا لكم اخوتي العزاز. الله يجعل ربي يسهل عليكم ويخلي لكم صحيحتكم. ولكن راه ما كنشوفش اختي اللايكات بزاف، تنتمنى تخليوا لي اللايكات ديالكم. الله يسهل عليكم وتشاهدوا لي الفيديو يا احلى متتبعين. الله يخطيكم، ديروا لي البصيمه ديالكم. الله يجعل ربي يدير لكم بصيمه في الخير، الله يجعل ربي يديرها لكم في الرزق والتيسير. شكرا لكم اخوتي العزاز. الله يخطيكم، واللي كتبغيو تطلعوا راه كتطلعوا، واللي كتبغيو تهبطوا راه كتهبطوه. الله يخطيكم، بارك الله فيكم على هذاك الشيء من الطيب اللي فيكم. كديروا لبنادم لايك وكتبارطاجيو له الفيديو وكتشاهدوا له الفيديو. هادشي راه خير منكم وتيسير منكم. الله يجعل ربي يدير لكم طريق في الدقه اخوتي العزاز في هاد الوقفه ديال العشاء. الله يخطيكم. المهم اخوتي العزاز غادي نهضروا على لمياء بنت نعيمه البدويه ومع اختها مريم. كما كتشوفوا ما شاء الله المتتبعين يا احلى متتبعين، ما كتخفي عليكم اخوتي العزاز حتى شي حاجه. والله اخوتي العزاز انا اقسم بالله الا كنشاهدهم وكنتبع فيديوهاتهم ولايفاتهم كيصحاب لي نعيمه البدويه كاينه في دارها، ما كيصحابليش كاينه في دار مريم، بان لمياء راها ساكنه في دار مريم. واش نقول لكم اخوتي العزاز؟ الظروف راه قاسيه، الظروف راه بعض المرات تتقسي على الانسان. فهمت اخوتي العزاز؟ بعض المرات اخوتي الحباب وحق الله العظيم الا سمحوا لي على ولدي كيدير الصداع، بعض المرات الانسان راه اخوتي العزاز راه خرج لها هو خدام في اليوتيوب، ولكن ملي كيكونوا الوليدات بزاف مثلا واحد 3 وكيكونوا كيقراو بالفلوس وكتكون الرهينه ولا كيكون الكرا وكيكون الموضوع، والله اخوتي ويجي البحر تينشف قسما بالله. ما فيها باس الا عطات لاختها سكنات، ما فيهاش العيب. وراه هاد الناس اللي تيهضروا راه لو كان اختك طيح في شي مشكل راه لابد غتوقفي. راه حتى انا اخوتي العزاز قسما بالله ما نبخل عليكم، والله العظيم الا انا السند الرسمي من بعد الله سبحانه وتعالى لخواتاتي. حتى انا مسكنه اختي، حتى انا ما يمكنش تشوفي اختك في سميتو انت ساكنه. انا ما كايناش اصلا في المغرب، ولكن اخوتي العزاز حتى انا مسكنه اختي. علاش؟ راه ما تبغيش اختك تكرفص هي وليداتها، ما تبغيش اختك تكون واقعه لها شي حاجه وانت دارك غير سادها مثلا وما تسكنيش فيها. بالعكس راه الانسان تيدير النيه. واخا كاينين اخوتي العزاز شي خوت راه تتسكني، حنا الحمد لله اللهم لك الحمد هادشي ما عندناش. ولكن انا كنقول لكم شهدتها عيني وشفتها شحال من مره، راه غير واحد براني الا دخلتيه يسكن ملي كتقولي له خرج من الدار كيقول لك بغيت التعويض. ولكن الخوت اخوتي العزاز اللي خوت ديال بصح حيدي عليا اللي كيتعاضوا مع بعضياتهم، وحده كتلقايها كتهضر في اختها. انا بعدا هذيك كاع ما كتشرفني نقول عليها اختي اللي كتهضر في اختها، لان الخاوه اخوتي العزاز راه حدا الدنيا، ماشي في الاخيره راه حدا الدنيا. نهار اللي الانسان كيتوفى راه ما كيبقاش يتلاقى مع خوته، يتلاقى مع ولاده ومع والديه، ولكن خوته غير. فهمت اخوتي العزاز؟ يعني ما فيها باس الا حنا ساعدنا مع بعضياتنا. هذوما المغاربه، راه الانسان راه كتلقى غير وحده ساكنه في اوروبا ما عليها ما بها وتكون تتفرج خلال شي وحده وتتشوفها ضايعه بوليداتها وتقول انا نعطيك داري في سبيل الله تتسبلها في سبيل الله سكني. فهمت اخوتي العزاز؟ الا عطات مريم الدار لاختها راه ماشي عيب الا سكنتها، حيت مريم مولفه معوضه في العربيه. الله يجعل ربي يطلق سراحها. تنتمنى ان شاء الله خيرها يوقف معاها، واللي كيدير الخير اخوتي العزاز راه ما عمر ربي يخليه. راه اللي يدير شي حويجه زوينه راه ربي كيزازيه قبل ما يزازيك البشر، راه الله كتاخدي اجر عنده. الانسان ليه الاجر والثواب عند الله. راه كتنقدي واحد الوليدات كيكونوا مساكن غيتشردوا، كتنقدي بزاف. راه قلت لك راه بعض الناس راه اللي في قلب الرحمه راه خوتي في قلب الرحمه، وهما راهم خوت. وما كاينش الانسان علاش غادي ياثر عليهم بداك التعاليق لا تكرفسي اختك الدار. اختي راه دارنا كاينه في الاخره، ربي يجازيها بالخير وخيرها يوقف معاها. وراه الانسان اللي دار شي خير لابد كينجيك الله. دابا مسكينه ربي يطلق سراحها وهي ما محتاجاش لداك الدويره، ولا شراتها وخزنت فيها فلوسها لدوير الزمان اخوتي العزاز. نتمنى ان شاء الله حتى لمياء ربي يفرج عليها وتشري دويره. واخا اخوتي العزاز زعما راه تنشوفوا راجلها راه كان كيقسم مع البدويه وما دار حتى دويره حتى هو. راه اخوتي العزاز اللي كتكون هذيك المدرسه هاد الفلوس وكيكون الانسان كاري وكاين الموضوع والمصروف اخوتي العزاز، والله ما كتقد حاجه، ما كتقد حتى شي حاجه. وانا كنتمنى ان شاء الله خير مريم يوقف معاها. ودعيو معاها المتتبعين الزوينين
قولوا يا ربي الله يجعل ربي خيرها يوقف معاها وربي يفرج عليها وتخرج لدويرتها. شوفوا كما قال راجلها دجاجها مسكينه مات. ماما ايوا عرفتي خوتي العزاز الدجاجه مسكينه مات ودويرتها بحال خلات. الله يسرها كي الميت كي الحي خوتي العزاز. غير الا ما كنتيش في الدار سبحان الله كتخلى الدار. الراجل مسكين كيبقى بوحدو ما كيعرف ما يدير. كتكون واحد العائله مجموعه ومولفين على الجميع، مولفين على الفطير على الغداء على العشاء. كتكرط كيجيو عندك الضيافه كيبقى الانسان ما بين الليل ونهار دارو خاويه بحال الانسان ميت. واخا هي مسكينه في الحبس الله يجعل ربي يطلق الصراحه هي وداك الوليد دعوا مع خوتي العزاز. ولا عطات لختها الدار راه ماشي عيب ورحنا خوت ورحنا خوت اخوتي العزاز. والخت اللي ما تشش خوتها والخو اللي ما يشخو راه علاش هاد الخاوه؟ علاش الانسان دارنا حنا خوت والخوا حدا الدنيا؟ الله يجعل ربي يطلق سراح مريم وتخرج مسكينه لدويرتها وتخرج تجمع مع وليداتها. اما هذيك راه خوتها الله يتاويهم ويخاويهم. انا من عندي تنشوف ما فيهاش العيب. حتى انا كنصوفي خواتاتي. كاين اللي كيكون عنده واخا ما عندناش عندنا الله سبحانه وتعالى، ولكن كنتقاسموا داكشي اللي كتب الله واللي قسم الله. الله يجعل ربي خوتي العزاز تنسى سيدي ربي الحبيب الله يكسب لينا الاجر والثواب عنده. الله يسر امورنا. تنعتذر منكم المتتبعين العزاز الصوت ديال ولادي. وخليوا لي الكومنتار ديالكم الزوين وديروا لي اللايك ودعيو مع مريم تخرج يفرج عليها سيدي ربي الحبيب. راه دعوه الغيب راه مستجابه. خليوا لي الكومنتارات ديالكم واللايكات ديالكم الله يسهل عليكم. والفيديو الثاني ان شاء الله. مع السلامه اخوتي العزاز وباي باي. لا يخطيكم.